بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. لسه الفرحة مستمرة ولسه الاحتفال مستمر بفوز النادي الملكي، نادي السوبر الافريقي، نادي الزمالك على النادي الاهلي، النادي اللي بقى من الانديه السهله جدا في مواجهتها مع الزمالك ان احنا نكسبها. حتى يعني لما قابل بيراميدز او سيراميكا ماتش صعب عن ماتش الاهلي دلوقتي بالنسبه لي انا كزملكاوي. وقضيه ناصر منسي مش بس كسبت الزمالك السوبر، قضيه ناصر منسي كشفت بقى الناس اللي كانت الغرور راكبها وبتقول لك احنا هنكسب بدون اي منافسه من نادي الزمالك، والاحسن ان نادي الزمالك ما يسافرش ونادي الزمالك مش هيعرف يجيب كره في العارضه، والكلام الفاضي والكلام الخايب اللي احنا سمعناه قبل كده. وتشوف في البرامج يقول لك نادي الزمالك مش هيقدر حتى يبقى ند او حتى هيخسر ب3 4 تجوان ومش عارف ايه، والكلام الفاضي اللي مش مبني على تفكير وعلى حقيقه، مش مبني على رؤيه فنيه. وطبعا الغرور ده هو اكبر عدو للبني ادم واكبر عدو لفريق الكوره واكبر عدو لاي حد، لانك انت داخل الماتش مستهتر بالمنافس وبتقلل جدا من المنافس اللي هو عنده لعيبه برضه قويه. مع احترامنا للاهلي عنده سكواد قوي جدا، بس الزمالك برضه عنده لعيبه قويه، وكنا بنقول كده قبل الماتش هنا على قناه يوميات زملكاوي، وقلنا ان الزمالك عنده فرصه يكسب، بس طبعا كانت كل الاحتمالات رايحه للنادي الاهلي لان النادي الاهلي اجهز وعنده لعيبه وعنده صفقات. ولكن الغلطه الكبيره اللي وقع فيها النادي الاهلي سواء بقى مدرب او لعيبه او مجلس اداره او اعلاميين حتى او مشجعين، ان هاتوا لنا الزمالك يلا هنكسب الزمالك. طب ما كسبتش الزمالك ليه؟ الاجابه ببساطه مش عشان انت اقل من الزمالك، طبعا الاهلي امكانياته اعلى من الزمالك في كل حاجه، ولكن الاجابه سبب هزيمه الاهلي هي الغرور والاستهتار بالمنافس، وان انت ما احترمتش المنافس وما اديتش لنادي الزمالك حقه كبطل للكونفدراليه وكفريق من اكبر الفرق في افريقيا. هنتكلم في موضوع تاني دلوقتي، امام عاشور وكهربا. في لعيبه في الاهلي حاسه بالظلم من وجود امام عاشور وكهربا، ان هم بيعملوا كل حاجه بيقاتلوا وبيلعبوا فعلا بروح الفانيلا الحمراء، وفي لحظه تلاقي ان امام عاشور وكهربا سرق اللقطه. واحد زي كهربا ينزل بديل وما يعملش حاجه ويطلع بعد الاحتفال يقول لك نيني نيني نيني، ويعمل بقى الشويتين اللي هم ما لهمش لازمه. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على الجمهور؟ الجمهور فاهم وعارف كل واحد على ايه. امام عاشور علامه استفهام كبيره جدا على امام عاشور. امام عاشور لما كان في الزمالك كان واحد من احرف واحسن لاعيبه مصر، ما كانش هو الاحسن في مصر بعد صلاح. وشفناه عمل ايه مع ساديو ماني في ماتش السنغال. دايما بقول الحته دي لان ساعتها كل الناس كانت بتشجع امام عاشور وعرفت ان امام عاشور موهبه حقيقيه سواء دفاعا او هجوما. فلما امام عاشور راح النادي الاهلي وبقى مسك فلوس كتيره جدا، طبعا حقه، ولكن بقى ده الفرق في العقليه بين واحد نجح زي صلاح مثلا فضل ينجح اكتر، راح من بازل السويسري راح لروما وراح تشيلسي وبعد كده راح ليفربول وبقى هداف الدوري الانجليزي وهداف دوري ابطال اوروبا وكسب دوري ابطال اوروبا ولسه مكمل، وبين واحد بمجرد اما هو بس شم ريحه النجاح خلاص نسي كل حاجه وبدا بقى يركز في السهرات والاحتفالات وافتتاحات المطاعم ونسي الدنيا خالص. ما هو طبعا خد مبلغ خرافي بدون ما يقدم اي حاجه للنادي الاهلي. قولوا لي دلوقتي، ابقى اوجه السؤال ده للاهلاويه قبل الزملكاويه، امام عاشور عمل ايه دلوقتي للنادي الاهلي؟ كهربا عمل ايه للنادي الاهلي؟ الاثنين دول بالذات وجهه نظر ان هم سبب كبير جدا في تدمير فريق النادي الاهلي. وده اللي احنا اكتشفناه ان بعد ماتش السوبر والقضيه بتاعت منسي بدات بقى مشاكل النادي الاهلي تبان. الخطيب اعلن ان هو هيجيب كابتن محمد رمضان مدير للكوره على غير رغبه كولر، وكولر بيفكر في الهروب للدوري السعودي او الاماراتي او اي دوري قوي في الخليج. في نفس الوقت لاعيبه الاهلي طبعا، وده كلام من الكواليس، لاعيبه الاهلي غضبانه جدا من العقوبات اللي اتفرضت عليها. ولو مكانهم بصراحه هي حاجه تضايق ان انا بكسب البطولات كلها ولما اخسر بطوله تعاقبني، طب ليه؟ وانقسام كبير داخل النادي الاهلي. وبصراحه انا مستغرب برضه، صحيح الاهلي خسر بس اللعيبه ما تستحقش انها تتعاقب. اللعيبه تتوجه ان هي ما تحتفلش، انها تحترم المنافس، انما ما تتعاقبش. هو الاهلي كسبان دوري ابطال افريقيا، يعني الاهلي فريق بطل. وانا كزملكاوي بما يرضي الله لو انا هكسب دوري ابطال افريقيا اكسب الدوري ابطال افريقيا واخسر السوبر مش مشكله. فالدوري ابطال افريقيا اقوى من السوبر بما يرضي الله. عموما
قضيه ناصر منسي بينت كل المشاكل والعيوب اللي موجوده داخل النادي الاهلي، وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.